هقول لكم بقى كنا ايه في الكوربه مصر الجديده انا وحسام مانو، وهقول لكم بقى كمان ازاي قضينا يوم كامل بسيط باقل التكاليف. ناكل ايه في يوم كامل في الكوربه. اول حاجه طلعنا على ابو حيدر عشان ناكل احلى شاورما من سيخ الشاورما. تمام كده يا جماعه، تمام كده يا كابتن. خلاص لا يا حاج، ربنا يفرجك. هو اكتر حاجه مشهور بيها الشاورما اللي بالخل والنعناع اللي في العيش الكايزر هو ده. مشهور قوي كمان بالشاورما اللي بتتقطع من السيخ قدامك بالكميات اللي هو بيعملها. ايه كل ده؟ هو بجد حرفيا يعني مالي الساندوتش على الاخر. بص نجرب. نعناع كتير، خلي كتير، وحرفيا غرقان. طعم الخل والنعناع واضحين جدا. في تيست مزازه خطير. حرفيا هو غرقان خل ونعناع. اوبا. في الهوي منه فيه روقان. لا ايه لا جامد قوي فعلا. سنه النعناع وحتى الخل اللي هم حاطينه صراحه عجبني قوي، هو غرقان نعناع كده. بعد ابو حيدر الناحيه الثانيه هتلاقوا ماجيك. وبعدها بقى كنا عايزين نحلي فطلعنا على ما ماجيك. اعرفش المكان ده بقاله قد ايه، فالمكان ده بقاله اكتر من 70 سنه. الحاج عبد المجيد صاحب المكان. ماشي ده من سنة 61. نفس الكواليتي من ايام 61. الحمد نفس لله. الاصناف ولا انا شايف في اصناف جديده؟ عملنا أصناف اكتر جديدة. حاجه انتم مشهورين بيها ومتميزين بيها؟ فروت سلطة، غير فروت سلطة بالايس كريم، الشوكولاتة والكريمة، كريمة اللباني، كل حاجة عندنا طبيعي، ما فيش حاجة اصطناع. في مانجا، في فانيليا، فستق، شوكولاته وجوافه، زبادي توت وليمون، ليمون نعناع، فراوله وبطيخ، كريم شانتيه. عندهم 9 اطقم ايس كريم احنا طلبناهم كلهم. حليب، ده فستق، شوكولاته، ده ليمون نعناع. شانتيه، ده بطيخ. اكبر علبه بكام؟ 55. في بقى كيلو ب 140. العلبه دي بكام؟ اهي بص استنى، 50 ب 40 30. بسكوتة ب 30. حط اول حاجه حليب. حليب، فستق، بيستاشيو، شوكولاته، جوافه، زبادي توت، زبادي توت، ده ليمون نعناع، ليمون نعناع، ده فراوله فراوله. قدامك، ده بطيخ، كريم شانتيه. دي ايه بقى بتحطها اخر حاجه صح؟ دي الكريمه بقى مش هتلاقيها عند اي حد. كده جبنا واحده كبيره فيها كل حاجه. تعالوا كده نجربوا بقى كل انواع الايس كريم اللي عندهم. ميكس من ماجيك. اول حاجه بنحط هو الكريم شانتيه. طعم الكريمه واضح قوي. بص هي الميكسات كلها اتخلطت ببعض كتير. الفراوله تحفه، هي والبيستاشيو. ده جمدان. عامه الناس هناك وشها بشوش كده وهتلاقوهم على طول بيضحكوا في وشك. بص احنا عايزين ناخد فروت سلطه اللي تحت مع الايس كريم مع الكريم شانتيه. هو فكرني بايه؟ بالفخفخيره بتاع زمان. خطيره. عايزين نجرب البيستاشيو لوحده اصلا. خطيره بجد. بعدها بقى اتمشينا شويه في الكوربه وطلعنا على كرانشي بطاطا، وهو بيبقى دايما عنده زحمه كده. ما يعرفش بقى، فهو مشهور قوي بالبطاطس الكرينكل اللي هو فجو بيعملها. بقى جاب الاوردر، فيلا بينا نجربه. وباكت البطاطس بياخد اكتر من 7 صوصات مختلفه فبيبقى طعمه تحفه. بس حلو بس غرقانه صوص بجد يعني. افتكرنا بقى ان في شارع مأمون موجود شوكليت فاكتوري، وهم من اوائل الناس اللي عملوا ترند دبي. عامة المكان ده كنز لمحبين الشوك. يلا بينا نفتحها. ايوه واو جميله قوي. السولد جامد قوي. طعمه كتير قوي. هي خطيره، طعمها خطير. بس كده كان معاكم جو ناصر وحسام مانو.